من حوالي سنة ونص تقريبا عملت فيديو لأفضل 18 لابتوب من فئة ال 7000 جنيه لحد ال 32000 جنيه، ومن بعد ما الفيديو نزل فضل يحصل نزول في الأسعار وبعدين طلوع وبعدين نزول وبعدين طلوع. بس الأهم من كل ده إن بدأت تنزل بعد الفيديو دوت موديلات جديدة وكروت شاشة جديدة وفي حاجات اتغيرت عن اللي أنا قلتها في الفيديو. فخلونا نتفرج على الفيديو دوت كده سنة سنة مع بعض ونشوف مع بعض اللابات اللي أنا ذكرتها في الفيديو دوت هل هي لازالت أفضل لابات فعلا في فئتها السعرية ولا في لابات تانية نزلت بدأت تتفوق عليهم. فمن غير اي مقدمات كتير خلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. اول حاجه ساعتها انا لما ذكرت في الفيديو بدات بالفئات السعريه من اول ال 7000 جنيه، واحنا في الوقت الحالي فئات من اول ال 7000 جنيه لحد ال 20000 جنيه يعتبر هي نفس الموديلات بالظبط بنفس الاسعار بتاعتها اللي انا ذكرتها في الفيديو القديم. هي نفس الاجهزه اللي انا برشحها، لازلت برشحها لحد دلوقتي في نفس الفئات السعريه، وهي نفس الموديلات بنفس الفئات السعريه بتاعتها لازالت زي ما هي ما اتغيرتش. بس اللي اتغيرت بقى والحاجات اللي فعلا حصل فيها تغيرات كبيره بدات معانا من اول فئه ال 20000 جنيه فيما فوق. خلونا نشوف بقى الفئات ديت انا كنت قايل ايه عليها وقتها. من اول ال 20000 لحد ال 21500، وافضل لاب انا لقيته في الفئه دي هو الديل بريسيشن ال 3530. لاب بيجي بمعالج كور اي 7 من الجيل الثامن فئه الاتش. هنا بنيجي لاول تغيير في الفيديو. اول تغيير معانا هو ال 3530. سعر ال 3530 في الوقت الحالي لان الطلب عليه قل جدا سعره بدا يقل جامد من ساعه نزول الفيديو دوت القديم، وحتى مع زياده الاسعار اللي بتحصل في الوقت الحالي لا يزال برضه سعره اقل. سعر ال 3530 في الوقت الحالي بالمواصفات اللي انا كنت ذاكرها تقريبا دلوقتي متوسط ال 18000 لحد ال 18500 جنيه. وعموما لازم تبقى عارف حاجه مهمه، الجهاز ده انا مش برشحه قوي الا لو انت استخدامك برمجه او مونتاج، وبرمجه بشكل اساسي. لو انت عايز حاجه هتبقى احسن معاك في الالعاب او هتدخل في حاجات لل 3 دي والكلام ده، ساعتها حاول تتجنب اللاب دوت، وهيبقى فيه موديلات ثانيه اللي هذكرها دلوقتي هتبقى افضل منه بكتير. لل 22000 جنيه لحد ال 23000 جنيه، وبيكون قدامك اختيارين. الاختيار الاولاني هو الزد بوك ال 15 جي 5، والثاني هو الديل بريسيشن ال 3530. الجهازين بيجوا بنفس المواصفات، كور اي 7 من الجيل الثامن فئه اتش، كارت شاشه انفيديا بي 1000 او بي 2000 على حسب النسخه اللي موجوده في السوق، بتيجي مساحه 4 جيجا، شاشه 15.6 انش، اس اس دي 256 ورامات 16. الديل بريسيشن ال 7530 والزد بوك ال 15 جي 5 يعتبروا قريبين من الفئه السعريه، ما حصلش تغيير كبير. من بعد نزول الفيديو القديم حصل في شويه تغييرات وسعرهم رخص، بس دلوقتي غليوا تاني وبقوا دلوقتي متوسط ال 22000 جنيه. فعموما بقى انا حاليا من اول ال 20000 لحد ال 22000 جنيه احسن اجهزه انا برشحها لك في الفئه دي هي الديل بريسيشن ال 7530 والزد بوك ال 15 جي 5. انما ال 3530 ده في فئات سعريه تحت اصلا ال 20000 جنيه. بعد ما كنا خلصنا فئات ال 23000 جنيه دخلنا على الفئات السعريه اللي بعد كده اللي هي لحد ال 25000 جنيه. خلونا نشوفها. 23000 جنيه لحد 25000 جنيه، واللي بيجي فيها هنا قدامك اختيارين. الاختيار الاولاني وهو الديل بريسيشن ال 7540 اللي بيجي بمعالج كور اي 7 من الجيل التاسع، اس اس دي 256، رامات 16، كارت انفيديا 4 جيجا سواء التي 1000 او التي 2000 برضه على حسب الموجود في السوق. الزد بوك ال 15 جي 6 وال 7540 اسعارهم في الوقت الحالي بقت تقريبا من اول ال 23500 لحد ال 25000 جنيه. طب ايه التغيير اللي حصل عن ايام الفيديو؟ ما هو يعتبر نفس الكلام. لا احنا هنا نحن بنتكلم ان الاسعار دي لو بكروت تي 2000 مش تي 1000 لان الفيديو كان تي 1000، زائد ان الهاردات والرامات اعلى. يعني الاسعار بتاعه الوقت الحالي هي نفس الاسعار القديمه ولكن بمواصفات اعلى. لو المواصفات اقل الاسعار هتقل. ندخل بقى على الفئه السعريه بعد كده اللي فوق ال 25000 جنيه، وهي فئه ال 27000 لحد ال 29000 جنيه. وافضل لاب موجود في الفئه السعريه دي هو برضه الديل 7540 اللي انا ذكرته من شويه، بس النسخه الاعلى بقى اللي بتيجي بكارت شاشه انفيديا ار تي اكس 3000. متوسط سعر بقى الديل 7540 اللي بتيجي بنسخه الار تي اكس 3000 هو حاليا ال 28000 لحد ال 28500 جنيه. تمام. هنا احنا معانا من فئه ال 27 لحد ال 29000 فعلا ال 7540 والزد بوك جي 6 برضه هم يعتبروا افضل حاجات في الوقت الحالي في الفئه السعريه ديت. بس التغيير اللي حصل ان كارت الشاشه بقى ار تي اكس 3000 بدل التي 2000. في الوقت الحالي فعلا متوسط اسعارهم من ال 27 لحد ال 29000 جنيه. بس التغيير برضه اللي حصل عن الفيديو ان الفيديو انا قلت هاردات 256 ورامات 16، انما الاسعار دي دلوقتي لو ب 512 ام دوت 2 مع رامات 32 جيجا، يعني هاردات اكبر ورامات برضه اكبر. ندخل بعد كده على الفئات السعريه
السعريه اللي بعد دي 29000 جنيه وصولا لحد ال 32000 جنيه، واللي بيجي فيها الاخ الاحدث لل 7540 اللي انا لسه ذاكره هو الديل بريسيشن 7550. الجهاز هنا بيجي بمعالج كور اي 7 10750 اتش. 7550 لما انا ذكرته في الفيديو وقتها انا قلت ان ده يعتبر سعره مبالغ فيه ايامها، لانه كان وصل لحد ال 32000 جنيه. كان ساعتها كور اي 7 جيل عاشر ب ار تي اكس 3000 ب 256 ورامات 16. النهارده انا ما بعتبرش سعره مبالغ فيه، لانه بقى السعر ده بقى سعر ال 32000 جنيه، ده سعر ال 7550 دلوقتي، بس لو برامات 32 وباس اس دي 512 مش ب 256. يعني انت دلوقتي بتتكلم برضه الجهاز هو برضه بنفس الفئه السعريه وبنفس السعر، ولكن الهاردات بقت ازيد والرامات برضه بقت ازيد. يعني احنا ملاحظين لحد دلوقتي ان يعتبر اغلب الموديلات اللي انا كنت ذاكرها لازالت هي افضل موديلات زي ما هي، بس اللي حصل شويه تغييرات بسيطه في الاسعار مع ارتفاع الهاردات والرامات، المساحات بتاعتهم بقت اعلى، ولو بمساحتها اقل ساعتها الاسعار طبعا هتقل. طب نتكلم بقى دلوقتي على اهم جزء بقى معانا في الفيديو، وهو التغيير المهم جدا اللي حصل بعد الفيديو دوت. في الفيديو ده لما نزل انا قلت ان بعد ال 32000 جنيه ادخل على طول على الجديد. ليه انا قلت ده وقتها؟ لان ما كانش فيه لابات استيراد اغلى من 32000 جنيه اصلا، وكان اللي فوق ال 32000 جنيه حاجات ما بتقدمش اي قيمه مقابل اداء خالص. انما دلوقتي انت بقى عندك حاجات لحد ال 45 ولحد ال 50000 جنيه لابات برضه بتقدم قيمه مقابل سعر. طب ايه هي الحاجات دي؟ نكمل بقى معانا تكمله الفيديو القديم، ونبدا من اول فئه ال 32000 لحد ال 34000 جنيه. وفي الفئه السعريه دي انت تقدر تجيب جهاز زي الديل بريسيشن ال 7740 او الديل بريسيشن ال 7550 اللي بيجوا بقى بكارت شاشه ار تي اكس 4000. وطبعا مش محتاج اكلمك عن فرق الاداء الضخم جدا اللي بينه وبين الار تي اكس ال 3000، وفرق السعر بينهم مش كبير، انت تتكلم في حوالي ال 2000 3000 جنيه، ده متوسط فرق السعر اللي ما بينهم. وتقدر تشوف فرق الاداء ده عامل ازاي برضو على القناه على التجارب اللي انا عاملها ليهم هنا. طب لو زودت شويه لحد فئه مثلا ال 36000 جنيه هتاخد نفس المواصفات هي بس في الزد بوك بدل في الدل. والزد بوك عموما انا برضو شرحت ليه انا بفضله شويه وليه تدفع الفرق دوت برضو في فيديوهات تانية كتير، مش هندخل في الموضوع ده دلوقتي. بس اللي يهمك تعرفه ان الزد بوك التبريد بتاعه بيكون احسن شويه وبيقبل هاردات ساتا في اغلب الموديلات بتاعته. يعني بالتالي انت تقدر تجيب النهارده الزد بوك ال 17 الجي 6 او تجيب الزد بوك ال 15 الجي 7 تجيبهم بكارت شاشه ار تي اكس 4000 تقريبا هيبقوا عاملين معاك متوسط ال 36000 جنيه. طب لو انت قررت ان انت تطلع فوق فئه ال 36000 جنيه وعايز تجيب حاجه اعلى، هنا هنطلع على طول لحد من فئه ال 36 لحد ال 38000 جنيه. وتقدر هنا ان انت تجيب جهاز زي الديل بريسيشن ال 7560. ده بقى جهاز بيجي بمعالج كور اي 7 من الجيل ال 11 فئه اتش مع اس اس دي 512 ام دوت 2 ورامات 32 جيجا، ومعاه كارت شاشه ار تي اكس اي 4000. والار تي اكس الاي 4000 هيدي لك اداء اعلى شويه عن الار تي اكس ال 4000. بس الجهاز ده جبار في كل حاجه، تقدر تشوف المراجعه الكامله بتاعته وتجارب الاداء اللي هتطلع لك في الاي دلوقتي فوق. الجهاز دوت متوسط سعره في الوقت الحالي تقريبا حوالي 37500 جنيه، وده يعتبر افضل جهاز فعليا في الوقت الحالي في الفئه السعريه ديت. ومفيش اي جهاز تاني في الفئه السعريه دي هيدي لك نفس الاداء بتاعه او نفس المميزات بتاعته في الفئه السعريه ديت. ولو انت متفرج اصلا على المراجعه بتاعته هتعرف اني قلت ان الار تي اكس الاي 4000 هيدي لك نفس اداء بالظبط الار تي اكس 4060 في الالعاب، مع فرق سعر انت بتتكلم في حوالي 12 او 13000 جنيه. طب لو انت بقى قررت تطلع لفئه ال 40000 جنيه، هنا انت هتطلع لاحسن جهاز موجود في الفئه السعريه ديت، وهو الاتش بي زد بوكس 17 الجي 8 الفيوري. الجهاز ده بيجي بمعالج كور اي 9 من الجيل ال 11. اداء المعالج ده جبار، بيكتسح اي معالج تاني موجود في السوق في الفئات السعريه دي او حتى في فئات سعريه اغلى منه. زائد انه بيجي بكارت شاشه ار تي اكس اي 3000. الفرق على فكره بين الاي 3000 والاي 4000 مش الفرق الضخم، ولو عايز تعمل مقارنه ما بينه وما بين ال 7560 هتلاقيني عامل مقارنه ما بينهم برضه هتطلع لك في الاي دلوقتي فوق تقدر تتفرج عليها. بس عموما الزد بوك الفيوري الجي 8 هو يعتبر افضل حاجه في الوقت الحالي في فئه ال 40000 جنيه، واللي بيميز له فكره ان هو الشاشه بتاعته كبيره بنفس وزن الاجهزه اللي بتيجي بشاشات صغيره، فانت هتبقى واخد نفس الوزن والحجم هو ولكن مع شاشه طبعا اكبر. طبعا في فئات سعريه في الاجهزه الورك ستيشن بتنزل مصر في الوقت الحالي هتلاقيها بتدخل في حوالي ال 45000 ولحد ال 50000 جنيه. بس في الوقت الحالي الحاجات
اللي فوق ال 40,000 جنيه في الاجهزه الورك ستيشن موجوده هنا في مصر مش بتقدم قيمه قوي مقابل السعر بتاعها. اول عيب هيقابلك وانت بتشتري ان الاجهزه دي قليله جدا جدا، فلو لقيت قطعه واحده منها هتضطر تشتريها مهما كانت الحاله الخارجيه بتاعتها. تاني عيب كمان انت بتتكلم ان الاجهزه دي اسعارها بتبقى غاليه شويه على المواصفات اللي هي بتقدمها. فانا من رايي الشخصي في الوقت الحالي في وقت نزول الفيديو ده احسن حاجات تجيبها هتقف معاك عند ال 40,000 جنيه. فوق ال 40,000 جنيه في حاجات كويسه بس مش هتقدم لك قيمه قوي، وطبعا الفيديو ده معمول بعنوان هي احسن اجهزه بتقدم قيمه مقابل اداء. فالاجهزه اللي ما بتقدمش قيمه كويسه انا مش هذكرها في الفيديو ده لحد ما الاسعار بتاعتها تتظبط ويتوفر منها كميات اكبر. ساعتها باذن الله هنعمل فيديو تاني نتكلم فيه بقى عن الاجهزه اللي هتنزل بعد كده. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.